ليه يا ترى أوقات بعض الناس بتخاف إن هي تبقى على طبيعتها؟ من أهم الأسباب اللي بتأدي لكده إن يكون الشخص اتعرض لتجارب سابقة فيها سخرية كبيرة أو نقد أو رفض اجتماعي لما كان بيتصرف على طبيعته، وده خلاه يلبس أقنعة كتير نفسية كدفاع، يعني وسيلة دفاعية ضد الأذى، اللي هو قولا واحدا مرتبط بالخوف العميق من عدم القبول، اللي هو بعمل أي حاجة علشان بس أكون مقبول من الناس حتى لو ده عكس طبيعتي، واللي هو طبعا غلط جدا جدا. علشان أصلا فكرة إن أنت تكون مقبول من كل الناس ده مش طبيعي ومش موجود في الحياة. فتقبلك إنك في ناس هتحبك وتتقبلك وناس لأ، ده هيساعد كتير جدا جدا من إن أنت تقدر تتصرف على طبيعتك، وإن أنت ما تحاولش تكسب كل الناس، وبالتالي ما تحاولش تتظاهر بحاجة غير حقيقتك. ومهم كمان تتأكد إن أي تنمر أو أي أذى أو أي عدم قبول بيحصل لك هو ملوش علاقة شخصية بيك، ولا بطريقتك ولا بشخصيتك ولا بطبيعتك. هو مرتبط بطريقة تفكير الآخر ونظرته هو. الموضوع ملوش علاقة بيك. خليك على طبيعتك واقتنع وثق في نفسك، وده اللي هيخلي الناس تثق فيك وتتقبلك وتحترمك زي ما انت بالظبط. محاولة إرضاء الآخر يا جماعة صدقوني وهم، وهتتعبك أكتر ما هي هتريحك، وبرضو مش هترضي كل الناس في الآخر. فخليك على طبيعتك وما تمثلش شكل تاني علشان تكسب رضا الناس، واللي بيحبك زي ما انت هو ده المكسب ليك.